مبروك على النادي الاسماعيلي. احمد حسام ميدو، ازيك يا ابو حميد؟ مساء الخير يا كابتن خالد. مساء الخير. يعني نقول لك مبروك على الاسماعيلي. والله يا كابتن انا يعني امبارح كان عندي قعده مع اعضاء مجلس اداره النادي واتفقنا على الخطوط العريضه والنقاط الرئيسيه والمهمه للاتفاق بيننا والنادي الاسماعيلي. التصور اللي احنا شايفينه المفروض انه يحصل في الفتره اللي جايه للنادي الاسماعيلي. باقي بس ان انا بكره عندي اجتماع باذن الله بعد الفطار مع الحاج ابو السعود وبعديها تبقى كل حاجه خلصت ان شاء الله. طب ميدو، يعني انت كان في اتفاق شبه نهائي مع سموحه وقعدت مع فرج عامر واتفقت معاه على كل حاجه، وكان من المفترض ان انت تستلم بعد ماتش الهلال او بعد ماتش الاهلي في الدوري. ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي غير وجهتك؟ لا يعني زي ما انا قلت لحضرتك يا كابتن خالد لما كنت عندك في البرنامج قلت لك ان سموحه واحد من العروض اللي متقدمه لي. يعني قلت لحضرتك ان انا قعدت مع 4 مجالس ادارات لانديه مختلفه. لكن انا كنت شايف ان افضل عرض ليا فنيا هو عرض النادي الاسماعيلي. طبعا النادي الاسماعيلي نادي بعتز بيه بشكل كبير جدا، ونادي بعشقه لان طبعا النادي الاسماعيلي طبعا تاريخ مش انا اللي هتكلم عليه. يعني هو ما فيش مقارنه بين سموحه والاسماعيلي، يعني كل الاحترام طبعا لكل الانديه. انا بتكلم كتاريخ. يعني تاريخ طبعا النادي الاسماعيلي تاريخ كبير جدا، وانا شايف ان لولا الظلم اللي تعرض له النادي الاسماعيلي من مشاكل ماديه وعدم استقرار مادي دفعه ان هو يستغنى عن افضل لعيبه عنده في ال10 سنوات الاخيره وال15 سنه الاخيره. النادي الاسماعيلي كان لولا ذلك كان ممكن يبقى عدد بطولاته اكتر بكتير. تمام. لكن احنا عارفين السلبيات اللي موجوده في النادي الاسماعيلي، وده اللي اتكلمت فيه مع مجلس الاداره وازاي ان احنا هنقدر نعالجها. وانا بوعد جمهور النادي الاسماعيلي ان شاء الله في حاله الوصول لاتفاق مع الحاج ابو السعود بكره ان باذن الله احنا قادرين على ان احنا نعيد هيبه نادي الاسماعيلي مره ثانيه. وناس كتيره خالد كانت يعني في ناس كتير تقول لك ان ليه خطوه الاسماعيلي الاسماعيلي نادي صعب، الاسماعيلي نادي ظروفه صعبه. انا دايما راجل بحب التحدي، وشايف ان فرقه الاسماعيلي عندها العدد الكافي والمميز من اللاعبين اللي تقدر ان هي باذن الله مع شويه تنظيم تنافس على بطوله الدوري الموسم القادم. هتبقى محتاج كام لعيبه ميدو؟ يعني كام لعيب هتشتريه السنه الجايه؟ وخصوصا ان كمان انت يعني الناس برضو خايفه من فكره عدم الاستقرار المادي اللي موجود في الاسماعيلي. محتاج انت لا يقل عن 6 7 8 لعيبه بعد رحيل عصام الحضري ومحمد عواد هيرجع، عمرو السوليه في طريقه للبيع. يعني شايف ايه؟ لا يعني في طبعا محتاجين تدعيم في بعض المراكز، مش هقدر اقول لك دلوقتي كام لعيب، لكن انا شايف ان الفرقه الحاليه اللي موجوده في النادي الاسماعيلي فرقه قويه جدا وفرقه محترمه. وعايز اقول لك يا كابتن خالد ان انا مؤمن ان النادي الوحيد اللي في مصر اللي فعلا قادر ان هو يفوز بالدوري غير الاهلي والزمالك هو النادي الاسماعيلي. صحيح. دي شغلتنا ودي شغلتي ان انا ازرع الثقه مره ثانيه جوه اللعيبه. بطمن جمهور النادي الاسماعيلي ان السنه الجايه هتشوفوا نادي الاسماعيلي بشكل مختلف، هتشوفوا نادي الاسماعيلي منظم بشكل كبير جدا داخل الملعب وخارج الملعب. اتمنى او متاكد وبكل ثقه ان ابناء نادي الاسماعيلي